السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفاش راكم حباباتي؟ كيفاش راكم خياتي في هذا الطقس البارد؟ كما راكم تلاحظوا راكم تشوفوا هذا الصوت تاعي راه فريمون يعني راني تعبانه وعيانه من هذا الصوت، ضربني الريح. بصح هذا ما يمنعش باش تجيكم وصفه من وصفاتي اللي هي باذنجان، يعني وصفه قنبله ماشي حتى النمو كامل كي ديروها. ان شاء الله تكونوا تتبعوا معايا قبل الوصفه، وقبل ما نبداو فيها ماذا بيا تشاركوا في القناه وتدعموني باللايكات باش يطلع الفيديو الى اكثر نسبه مشاهده. هاي نبداو في الوصفه حبيباتي. يلا واش نحتاجو هنا؟ نحتاجو يعني انا درت، شوفوا هي قد ما تستعملوا الباذنجان تحبوا ديروه بزاف، قد ما ديروه العدد راح يكون كبير. انا استعملت هنا 2 حبات فقط، كانت الله يبارك هذوك 2 حبات فيهم بركه يعني. وشوفوا معايا قطعتهم دي مغصو ووسيت لهم القاعده تاعهم، قطعت كل حاجه شويه باش تقعد لنا هذيك الباذنجانه تجي واقفه، يعني من حق نحطوها في الفوغ من بعد ولا في الطياب ماشي راح تطيح لنا وتقعد لنا شاده روحهم. كما راكم تشاهدوا معايا هنا نستعمل، راح نفيديو هاد الحبيبات كيما دي مرصو تاع الباذنجان، نفيديوهم كامل، نحو لها كامل القلب تاعها، وهذاك القلب او ماشي راح نرموها، نستعملها في الوصفه. تابعوا معايا الوصفه الى الاخير، راح تكون وصفه صحيه وبنينه لولادنا، نكلخوا لهم بابسط الاشياء باش يعودوا ياكلوا لنا الباذنجان، باسكو الدراري كاين بزاف اللي ما يحبوش ياكلوه، بصح بهذه الطريقه راح تعجبهم ياكلوه. بعد ما فرغناه كامل القلب تاعو درناه في الماء والخل باش ما يكحلناش، هكذا يقعد لنا شاد اللون تاعو شباب. هذاك القلب اللي درناه خلوه اكوتي. يلا نروحو ديريكتومون للاشواق تاعنا باش يكون سهله وسريعه يعني تمتم نكملوها. واش نحتاجو هنا؟ هنا درت شاورما كما راكم تشوفوا، بصح انا شوف واش راح نديرو لاصوص. راح نقطعو الطماطيش تاعنا حبيبات، هذوك عندنا 2 حبات درتهم. فوالا تبعوا معايا، درت هذو 2 حبات قطعتهم وزدت لهم الثوم. ايوا كيما كلش درت مع بعضه. وهنا شوفوا معايا درت التوابل اللي عندي، درت كمون، عكري الاحمر الحلو، ودرت فلفل الكحل وشويه جامبو والملح. هذو اللي استعملتهم في لاصوص تاعنا. ودرت بيان سور ما نستغناش على زيت الزيتون اللي حيكون طبق به صحي وبنين، يعطينا بنه وما نخافوش لاصحاب الرجيم ياكلوه ما يخافوش عادي. يلا كلش نميكسيه مع بعض باش نديرو لاصوص تاعنا. هكذا نجيب الطنجره تاعنا بعد ما ميكسيت هذاك كلش طماطيش مع الثوم وكامل، نفرغوا هذاك الميلونج هذا كامل نديره في الطنجره. هكذا نفرغوا كلش. وانا بالعين نستعمل بزاف الاشواغ لكن هو يسهل عليا المهمه، نربح بها وقت والماكله تاني تجي بنينه وتجي ما شاء الله الله يبارك. احنا نشلو هذاك الاشواغ نتاع نستعملوا فيه، نشلو ونرمو هذيك لاصوص كامل اللي شويه الثوم والطماطيش كامل زال يعني في الاشواغ، نشلوها ونرموها في الطنجره تاعنا ما نستناوش عليها. ايوا هنايا وبعد نزيدو اوراق تاع الرند اللي راح يزيد لها بنه على بنه، باسكو الباذنجان اللي يحب الاعشاب المنسمه. بون هنا تاني درت لها مغرفه تاع طماطيش باش تجينا لاصوص شويه حمراء، واللي ما يحبش يديرها يقدر يديرها هكذا نورمال، يعني يدير كل واحد وطريقته. نرمو شويه معدنوس بيان سور، اللي كاين المعدنوس تاعنا، ونزيدو الرند كما قلت لكم. الرند انا درت 3 ورقات اللي حيط لها نزيد لها بنه. ايوا هنا حطيت الطنجره راهي فوق النار تتحمس بالعقل. نزيدو نديرو في الاشواغ توجور تاعنا نستعملوه. انا استعملت باش نزيدو باش نبنو هذيك الكفته الحشو تاعنا. واش نديرو فيه؟ نديرو حبيبه تاع البصل اللي عندي، فوالا حبه صغيره ماشي كبيره على حسب الكفته اللي عندكم. انا هنا استعملت شاورما بزاف بنينه تعطي لها بنه خرافيه. وانت تقدري تستعملي الدجاج، تقدري تستعملي الدان، تقدري تستعملي اللحم الخروف ولا اللحم البقري، ما واش عندك تستعملي. نزيد لها هنايا غرفه صغيره تاع طماطم كما راكم تشوفوا. وهنا جبت لي زيبيس. شوفوا انا واش استعملت هنا اعشاب عطريه، شويه جامبو، فلفل الكحل، كركم، والملح بيان سور ما نساوش اللي هو سلطان المائده. انا كلش نرحيه مع بعضه. ما نساوش هذاك اللي نحيناه من القلب تاع الباذنجان
اللي هو باذنجان اصلا زدت رحيته باش نكلخ ولادنا حاجه ما نرموها، يعني كل حاجه راح نستعملوها مع بعض، كلش نديروه هنا مع بعضه ونعاودو نكسيوه في الاشواق. ما ننساوش حبه تاع البيض باش نكسينا الاخر، الحبه تاع البيض نديروها من بعد ماشي دوك عايليك. فوالا كيما كسينا هنا كلش خلطناه تجانس كلش تجانس مع بعضه. فوالا كما راكم تشاهدوا ندير هنايا الزيتون تاعنا والكفته اللي هي الشاورما اللي درناها هكذاك. هذاك الزيتون اللي بعد يلا نكسروا حبه تاع البيض تاعنا باش هذاك اللحم تاعنا ما يتفتحش يقعد مجمول. كيما راكم تشاهدوا هنايا وزدت المعدنوس وخلط كلش مع بعضه. فوالا كلش هنا يتميلونجا ويتجانس مع ديك الحبه تاع البيض وناسوهم كامل نخلطهم مليح. هنا هذه الوصفه راح كيما نقولوا وصفه سحريه. هذاك الباذنجان اللي ما ياكلوهش الدراري راح ياكلوه ما يتكلخوا ما يفيقلوش كاع من اللي كلاه، ويجي الحشو نتاعو بزاف بنين. انا اللي حبيت دير القرفه تزيد لها باسكو القرفه تاني يحبها الباذنجان. تبعوا معايا الوصفه راح نشوفوا كيفاش نديرو. انا بعد ما كملنا ميلونجينا كل شوفوا الباذنجان تاعنا هنا هكا. فوالا نجيبو هذاك لي مورسو اللي قطعناهم تاع الحبيبه تاع الباذنجان بالقاعده تاعهم، شوفوا نحيهم منها من الخل والماء ما كحلوناش وقعدوا هما بيوضه كيما راكم تشاهدوا معايا. وراح نعمروهم كامل نحشوهم لداخل. هاي تشوفوا هنا الفيديو هنا عفوا كنت انا حسبت لاني نصور في الفيديو كي كنت نعمر فيه لداخل فينالمون راحت لي الصوره كيما راكم تشاهدوا هنا. انا هنا عمرته كامل ووجدته. فوالا وهنا كانت طابت شويه لاصوص هذيك تحمست. نجيبوا الطنجره تاعنا ونستفوا هذاك الباذنجان كامل حبيبات لداخل. فوالا شوفوا القاعده كي درنا القاعده باش الباذنجانات يقعدوا في الطنجره ما يتميلوا لا هكذا لا هكذا ويطيبوا في بلاصتهم. فوالا هذيك لاصوص تاعنا جات ملبيه وبنينه والريحه تاعها تسخف. فوالا نعاودو نحطوهم نزيدو شويه ماء سخون ونعاودو نخلوه يطيب. يلا هنا كانت قعدت لي شويه من الحش وهنا ما بروفيتيت في لوكازيون كانوا عندي حبيبه تاع طرشي فليفلات خضره حلوين درتهم عمرت بهم هذاك الحشو تاع الباذنجان كامل ودرتو يطيب في الطنجره. هنا بعد ما طابت هذاك الباذنجان في الطنجره نحيته وعاود درتو في الفرن وحمرته كامل. وكما كنتوا تشوفوا الوصفه هنا راهي تشهي بصحتكم تاكلوها بالصحه والراحه. ما تنساوش الاشتراك في القناه ودخلوا لي تعليقات طيبه باش نفرح بالتعليقات تاعكم تاكلوا يعني يعني تسخف وبصحتكم حباباتي وكل متوحمه وكل وحده يعني راهي حامل. كنت تسمح لي ان شاء الله شاهدكم في الجنه الى وصفه اخرى ان شاء الله.